السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في اسعد حال واتم الصحة، اللهم امين. موضوعنا النهارده شايفة ازاي قعدة الزوج النرجسي في البيت. تمام، زي ما اتعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب، دعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. معظم التعليقات اللي جات لي ان النرجسي قعدته جحيم في البيت، بيسحب الاكسجين، قعدته تقيله على قلبي، قعدته مش عارف ايه. يعني معظم التعليقات كانت في السياق ده. خلاص، ولكن ايه اللي يخليكي تقولي كلام زي ده؟ اللي يخليكي تقولي كلام زي ده انك انت ما زلتي تتعاملي مع نفسك من وعي الضحيه، من وعي ان قعدته دي بتخليكي مش براحتك، ان هو اللي مسيطر عليكي. لا، احنا عايزين تبقى قعدته احنا اللي مسيطرين على الموقف، احنا اللي مسيطرين على جو البيت كله. تمام، انت اللي قادره انك انت تتكلمي في الوقت اللي انت عايزاه وتسكتي في الوقت اللي انت عايزاه، تطلبي طلبات في الوقت اللي انت عايزاه وما تطلبيش في الوقت اللي انت عايزاه. اتعاملي مع نفسك من هذا المنطلق. لكن لو انت اتعاملتي مع النرجسي على اساس انه شيء مش مرغوب فيه في البيت، وادام انت شيء انت مش مالكيش نفس ليه في البيت او مالكيش رغبه لوجوده في البيت، طب ما هو طبيعي لا ارادي انت هتلاقي نفسك مفيش مواضيع اصلا تفتحيها معاه، مفيش كلام ولا حوار هيتفتح اصلا، هتبقى الحياه ايه؟ واقفه. طب هل انت جايه بتسمعي الفيديوهات بتاعتي او بتتابعيني لمجرد ان انا اقول لك ازاي تتعاملي مع النرجسي وخلاص؟ ولا احنا عايزين نعيش، عايزين نفتح البيت على الاقل على بال ما تقفي على رجلك ماديا وتقدري انك انت تستقلي عن النرجسي ماديا، وبعد كده القرار ليكي في الاخر. تمام، فالتفكير بالاسلوب ده خلاص يخليكي ايه؟ يخليكي انت دماغك واقفه خلاص، لا ارادي انت مش عايزه تفتحي كلام ومش عايزه تطلبي طلبات ومش عايزه يكون في اي حوار، وهو كده والدنيا واقفه على كده وخلاص. طب ما دي مش عيشه. خلاص، النرجسي لما يقعد في البيت بالعكس، النرجسي لما يقعد في البيت نعمل ايه؟ ايه الخطوات اللي احنا المفروض ان احنا نعملها بحيث ان قعده النرجسي في البيت دي احنا مستفيدين منها؟ خلاص، ازاي؟ النرجسي لما يقعد في البيت حضرتك تشوفي ايه الحاجات اللي متأخرة في البيت وتقوليها له. خلاص، طبعا الموضوع ما يبقاش بشكل مباشر، ما يبقاش باسلوب ان انت مقصر وده مش موجود وده مش موجود وده مش موجود يبقى لازم انت تعمل كده. طب ما هو هيرفض. خلاص، ولكن حاولي ان الموضوع تحسسيه انه المنقذ والهيرو بتاعك، انك انت لو ما عملكيش الموضوع ده يعني ايه، يعني تحاولي انك انت تفهميه انك انت ايه، حاجه زي كده عايزه تتعمل. خلاص، شغليه بدل ما تسيبيه يقعد ساكت لوحده ويخطط لاذيتك، يخطط انه ينكد عليكي. لا، انت شغليه اشغليه بمواضيع، ارغي، اتكلمي، افتحي حوارات. تمام، وبالتالي قعده النرجسي في البيت هتلاقي نفسك انت اكتر واحده مستفيده فيها. خلاص، في متابعه فاضله بتقولي لما بيقعد في البيت ونبقى مثلا عايزين نخرج او نروح مشوار، يطلع ده مش نظيف ويرتب الملابس ومش عارف، سيبيه يطلع ده مش نظيف وسيبيه يرتب الملابس، واوعي تظهري انك انت غضبانه انه بيعمل حاجات زي كده، لان غضبك معناه انك انت اللي مقصره، وبالتالي يبقى هو اللي ليه الحق. فهمتي؟ فاحنا مش عايزين كده. اللي عايز يعمل حاجه ده بيتنا كلنا، ويبقى ده الكونسبت والمعتقد عندك وعند اولادك وعند جوزك. خلاص، ان ده بيتنا كلنا، اللي يقدر على حاجه يعملها، اللي عايز يعمل حاجه يعملها. الموضوع مش خاص بيكي انت بس اللي ملزمه بالطلبات وتروحي وتيجي وتعملي، ولما يبقى في حاجه بسيطه ناقصه يبقى انت اللي عليكي اللوم، وانت اللي عليكي علامه الاستفهام، وانت اللي عليكي الاسئله كلها. لا، ده بيتنا كلنا وكلنا بنتعاون فيه. خلاص، وما تحسسيش نفسك بالغضب او انك انت تتنرفزي على النرجسي في نقطه زي كده. خلاص، قعده النرجسي في البيت فرصه انك انت تظهري المظاهر الانثويه اللي عندك، بيرفيوم، صنع الحلويات، كل ده يجذب النرجسي ليكي ويحس بانك انت مهتمه بيه.
خلاص. النرجسي ما بيدورش على الراحه، زي ما قلت قبل كده، النرجسي ما بيدورش على الراحه، ولكن النرجسي بيدور على الامان. وكونك انك انت بتعملي حاجات او مهتمه باشياء النرجسي او بطلباته، او انك انت بتفتحي كلامه وبتحاوريه وبتفتحي مواضيع معاه، ده معناه انك انت مهتمه بيه، وانك انت مش شايفاه حد ضدك اصلا، خلاص، وانك انت مش متضايقه اصلا من قعدته. فبالتالي الموضوع ده لو هو عايز يخرج هيخرج، مفيش مشكله، خلاص. لكن لما تحسسي النرجسي ان قعدته تقيله على قلبك، هيقعد اكتر في البيت وهيضايقك اكتر في البيت. النرجسي هو شخص روتيني ولكن ما بيحبش الروتين، شخص مكتئب ولكن ما بيحبش الحزن وما بيحبش الاكتئاب، ولكن دي طبيعته، خلاص. فلما انت تبقي انت انسانه مش روتينيه، كل يوم في تغيير في شكلك، تغيير في البيت، تغيير في طريقه تقديم الاكل، طريقه معاملتك لاولادك. اوعي تصرخي مع اولادك، اوعي تزعقي لاولادك والنرجسي موجود، خلاص، لانه في الحاله دي هيتدخل، ولما يتدخل عمره ما هينصرك على اولادك، بالعكس هو هيفرق بينهم وبينك. فالافضل طول ما النرجسي موجود في البيت ما بنتخانقش خالص مع الاولاد، ولو حد من الاولاد عمل حاجه مش كويسه بنحاول ان احنا نمسك نفسنا لحد ما النرجسي يبقى مش موجود في البيت. وبالراحه برضو بتوجهي اولادك بالراحه عشان تعلميهم الثبات الانفعالي. لما هتصرخي عيالك برضو هيصرخوا، هتتنرفزي هم كمان هيتنرفزوا، كل ما ده هم بيكبروا وهيقووا عليكي. فخلي الاحترام من البدايه، هي دي الاسلوب التعامل الامثل مع اولادك، هيبقوا محترمين معاكي ومحترمين مع الناس ومحترمين نفسهم ومقدرين قيمه نفسهم. بالاضافه ان الطفل اللي مش بيتهان وبتبقى انت بتتعاملي معاه كرجل، بتتعاملي معاه على شخص متحمل مسؤوليه، بيدرك قيمه نفسه، وادام الطفل ادرك قيمه نفسه هيعمل كل حاجه فيها مصلحه لنفسه. فهمتي؟ فبالتالي كل ما اديتي مشاعر وتعاطف واحتواء وعدم زعيق كتير بزياده مع اولادك، تمام، كل ما أدركوا قيمة نفسهم وعرفوا إن ليهم كرامة وليهم شخصية، وهم هيقدروا إن شاء الله فيما بعد إن هم يحافظوا عليها، وتلاقيهم متقدمين في الدراسة، متقدمين في أخلاقهم، في دراستهم، في كل شيء، خلاص. يبقى أنت كده بتبني ناس تبقى سند ليكي، مش بتبني ناس تبقى في الآخر ضد ليكي، خلاص. من ضمن الحاجات انك انت برضو تضحكي وتهزري كويس جدا مع اولادك اثناء ما النرجسي موجود. شيء مهم جدا ان النرجسي يحس انك انت عندك انضباط انفعالي، وان ولادك عندهم انضباط انفعالي. ولما يحصل كلاش او تحصل مشكله، حاولي ان الموضوع تاخديه بسخريه، السخريه تقلب بضحك والموضوع يدوب، ما يبقاش فيه موضوع اصلا. فهمنا؟ طيب، من ضمن الحاجات لما يبقى النرجسي موجود، ارجوكي لا تنظفي بيت ولا تنظفي حمامات، خلاص. حاولي دايما انك انت تبقي قاعده هانم كده دايما قصاد النرجسي ما يشوفكيش وانت تعبانه وانت عرقانه وانت يعني شكلك مش قوي، لا، حاولي انك انت تحافظي على صورتك الذهنيه في ذهن النرجسي، تمام. ما يبقاش كل ما النرجسي يكون قاعد تبقى انت على طول في المطبخ مهما عملتي، تمام. ما تضيعيش عمرك في المطبخ، وفي نفس الوقت ما تبقيش سايبه موضوع ان يكون في فرايتي وتغيير حلو في الاكل، تبقي برضو سايبه الموضوع خالص، لا كده ولا كده، خلاص. لازم تعرفي ان النرجسي هو شخص قليل في نفسه، تمام. ولما انت بتنظفي البيت او تنظفي الحمامات قصاده او ما شابه، فانت كده من وجهه نظر النرجسي انت كده بتقللي من نفسك، وبالتالي ادام انت قليله عمر ما النرجسي هيحترمك، وعمره ما هيجيب لك طلباتك، وهيتعامل معاكي وكانك سوري يعني مش هيديكي مقامك ومش هيديكي مركزك اللي المفروض ان هو يتعامل بيه معاكي، خلاص. فحاولي دايما ان صورتك امام النرجسي تكون كويسه. بنهتم بالمظاهر الانثويه، مهمه جدا. كل ده بيعزز علاقتك بالنرجسي وبيحسس ان النرجسي انك انت مش متضايقه اصلا من وجوده،
خلاص. من ضمن الحاجات برضو ما تقعديش كتير في المكان اللي نرجسي قاعد فيه، يعني مش كنت خلي نرجسي يدور عليكي، يشتاق لك، يبقى بيشوف دي بتعمل ايه، في ايه، راحت فين، جت منين، انت فاهمه؟ ما تبقيش طول الوقت قاعده مع النرجسي. خلاص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب اكون قدرت اشرح النقاط السابق ذكرها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.